السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني كتير كتير في الفيديو اللي عد لحد النهار. نيرة بقى الصغننة هي اللي حبت تعمل لكم مقدمة الفيديو اللي معانا دوت. عايزة ايه بقى يا مرمورة؟ عايزين نكسب يا عمو شبح. بتقول عايزين نكسب يا عمو شبح. معانا بقى النهارده كده الفيديو بتاعنا النهارده بسيط كده ولذيذ، يعني مفيش حاجه كتيره خالص. استني كده يا حبيبتي سيبيه. اللي هنعمله دون ليمون هسلقه كده دلوقتي، هوريكم هنسلقه ازاي، وديت الحاجات ديت هنضيفها عليه. تعالوا الاول كده اما نحطه ونسلقه واوريكم هنعمل ايه الاول. عايزين نكسب. هنا بقى كده كان معايا ميه على النار، الميه ديت بدات تغلي. هنزل بالليمون دوت. اول ما الميه اللي معايا دي تغلى على طول هنزل بالليمون. الليمون دوت هسيبه على النار من اول ما هيبدا يغلى كده 10 دقايق مش اكتر من كده، 10 دقايق، وارجع بقى اصفيه. وتعالوا ما اوريكم، بس لما نصفيه الاول هوريكم الاضافات اللي هنضيفها عليه. بصراحه كده يبقى طعمه جميل جدا. يلا سيبه بقى يغلى 10 دقايق ونرجع لكم تاني. هنا بقى كده يلا نكمل الليمون بتاعنا بعد ما سلقناه كده، واديت له بقى كده ايه شطفه كده على المقشي، ومسكته بقى قطعته زي ما انتم شايفين كده. الليمونه كده حوالي 5-6 اجزاء كده، يعني قطع صغيره خالص. اول حاجه بقى كده هنزل عليه بيها معلقه من الملح، يعني على حسب بقى معلقه او معلقه ونص اهيت من الملح معايا. وانتوا عارفين اي حاجه بحب انزل عليها بشويه سكر كده صغيرين، نص معلقه من السكر. هرجع بقى تاني اضيف لها هنا دون الفلفل اللي احنا فرمناه سوا، هحط معلقه كده منه. وانا طبعا كنت بشرلها حوالي جزرتين 2 كبار، هنزل بيهم كده ايه رخرين. ودون كان معايا عصفر بنجيبه من عند العطار، ده عصفر بنجيبه من عند العطار. كنت دول يعني كميه حلوه كده ب10 جنيه، بس مش هنحطهم كلهم، هحط كده ايه نص الكميه اللي معايا دي، وارجع اقفل بقى عليه كده الباقي واركنه. همسكهم بقى كده اديهم تقليبه كويسه كده مع بعض. واعبيه بقى كده ايه في البرطمان دوت. بقى نخلي الليمون السريع اللي بيتاكل في يوم، يعني تعملي كده وتاكليه في نفس اليوم على طول. اخر اليوم ممكن تاكلي منه، ممكن تاكلي منه دلوقتي حالا، مفيش اي مشكله برضو. ويا رب بقى الفيديو دوت يعجبكم ويكون عند حسن ظنكم ان شاء الله. خلاص بقى كده هجيب بقى معايا كده ايه برطمان بقى نضيف اعبيه فيه، او علبه زي ما تحبي. ضيفيله بقى اي زيت موجود عندك، اي زيت ضيفوله. ده كان زيت زيتون، فانا حبيت احط له شويه زيت زيتون كده في ارضيه البرطمان، وابدا اعبي معاكم. حاجه سهله خالص كده وبسيطه، يعني كان فيديو سهل كده وطريقه سهله خالص، مش مكلفه خالص ولا فيها اي حاجه، وطريقته سهله جدا. يعني انا حاسه كده ان الملح بتاعه شويه، هبدا انزل له بشويه ملح كمان كده. متهيألي كده خلاص. ادي بقى تقليبه حلوه الاول. بدات بقى كده ايه اعبي في الليمون اللي ويايا. طريقته جميله جدا، يعني دون كده تعمليه بالليل تاكليه تاني يوم على طول، او تعمليه الصبح كده واخر اليوم تاكلي منه. طريقته جميله وطعمه جميل جدا. والجزرايه بقى اللي انت بتبشروها دي او الجزرتين كتري كده فيه شويه، بيخلوا طعمه حلو اكتر، يعني بيضيف له طعم حلو كتير. كفايه بقى ريحته كده وانت بتعمليه دلوقتي اصلا. خلاص بقى كده، يعني لو حابه تعمليه في برطمانين عادي اعملي براحتك خالص. لو انت مش عايزه تعملها وعايزه تعملي واحد وتقفلي عليه، ممكن تكتري الكميه شويه. دول كان كيلو ليمون معانا
يعني مش اكتر من كده خالص. وكان معايا 3 4 قرون فلفل كده احمر، يعني بتحبي سبايسي بقى لازم قرن سبايسي كده معاهم. والباقي اعمليه بارد خالص لو انت مش بتحبي الحاجه تكون حراقه قوي يعني. وهحط بقى كده ايه على وش شويه من زيت الزيتون او زيت اكل، اي زيت متوفر عندك حطيه، ما تقفيش على حاجه معينه. بس يعني بما ان زيت الزيتون متوفر عندي دلوقتي، فانا حبيت كده ايه اضيف له شويه من زيت الزيتون. بيكون كده بقى الليمون السريع اللي معانا كده يكون خلصان، او مقدونس الليمون يعني زي ما بيسموه، يكون كده خلص معانا. وكده بقى معاك اجمل برطمان ليمون كده. تاكليه في اي وقت كده بقى، على السحور على الفطار، تقدميه في اي طريقه جنب الاكل، بيبقى حلو جدا. كده بقى كده ايه خلصناه. تعالوا بقى كده اوريكم بقى زينة رمضان اللي العيال قاعده تعملها بقى لها اسبوع وسهرانين فيها وتعبانين. اوريكم بس الزينه المره دي ان شاء الله ما نعلقها لكم فيديو تاني عندي. يا رب الوصفه بتاعتي تكون عجبتكم. هنا كده ديت الزينه هي اللي العيال بقى قاعدين سهرانين فيها كده بقى لهم اسبوع كده وتعبانين بقى في عمايلها، بيعملوها كده ويعبوها علشان ايه يحافظوا عليها. دي بقى كانت كل الزينه، ولسه بيعملوا بقى ويكملوا. وان شاء الله كده اما نعلقها لكم فيديو كده معايا نعمل فيه زينه رمضان كده، نكملها تعليق ان شاء الله. معانا كده صور وجايبين بقى كده صور وحاجات بقى يعلقوها ما شاء الله يعني عليهم. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، وبعود الأيام على خير يا رب، وربنا يجعلنا من المجبورين بخاطرهم أمين يا رب العالمين. وبعود الأيام على خير. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين يا رب. ودي بقى كده كانت فروع نوره هيت معانا برضك، شكل هلال وشكل فوانيس كده ايه صغيره. ودي كده شكل جامع. يعني كل سنه كده بنشتري لنا فرع نور كده عشان نكتر الكميه معانا، ويبقى عندنا ايه افرع نور كتير. كل سنه بقى كده ايه نعلقها، بتحافظ على الحاجه بتلاقيها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.